نعم، وفي جولتنا الميدانية في قرية قسطون وسهل الغاب. نحن الآن هنا مع أحد الأمهات المجاهدين في هذه القرية، ونشاهد أنهم عادوا إلى العصر البدائي، التنور. نفهم منها ما سبب هذا العمل. يعطيك العافية يا مو. الله يعافيك. ممكن تحكي لنا إنه ليش أنتم عم تخبزوا على التنور، ما بتجيبوا خبز من الفرن؟ عم نخبز من الموت، ما خلى حوالينا شيء. عم نحوش حشيش وناكل، ما خلى حوالينا شيء. موت اولادنا، موت اطفالنا، الطيران فوقانا، الدبابات تضرب، المدافع تضرب. شو بدنا نعمل؟ غصبا عنا عم نشحذ وناكل. طيب هلا انه التنور هذا بعرف انا كان يستعملوه على زمان اول، انه ليش رجعتوا استعملتوه هلا يعني؟ من الضيم، من الضيم. فرن مسكرات الفرنة، ما ظل لا فرنة ولا شيانة. طيب هذا الفرن مين سكروه؟ سكروه. يعني انه ما في مواد ما بي لا طحين لا برغل لا حنطة لا شيء. ما بي. بشار سكرنا. بشار سكره ودمرنا، الله يدمره. يعني الله لا يوفقه، الله لا يمده بعمره. مشاهد ان في كل مكان وكل الليل ما عدنا ناموا. يعني هجرنا. لا شيء يروى اكثر من ذلك. الوضع مأساوي جدا، الافران معطله، ومنذ اكثر من 7 أو 8 ايام لم يقم هذا الفرن الآلي بخبز الخبز، والان هم يتعاونون ويشاركون بعضهم على هذه الخبز من العصر القديم بسبب فقد الطحين والمواد الأولية وفقد المازوت، المواد للآلات الكهربائية، وقصف الطيران للمناطق السكنية بشكل عشوائي قد أدى إلى قصف وتدمير الفرن الآلي الذي يصنع الخبز. حالة مأساوية. هذا هو الذين يتناولوه رغم الغبار والشتاء 3 عيالات على الخبزات. الوضع الصحي سيء جدا. الله لا يوفقه، الله يتم اطفاله مثل ما يعني يتم الله عافينا الخبز مثل ما قطع علينا. هذا اللي عم يحسنوا يقدروا يجمعوه وياكلوه بشكل يومي. الناس قد باتت تموت من الجوع وبسبب الخناق الحاصل من قبل قوات النظام وأزلامه. كلهم بشار، الله لا يرضى عليه ان شاء الله. كلهم بشار، الله لا يوفقه، الله يقصر عمره ان شاء الله. ونسأل الله تعالى بالفرج القريب والنصر لثورتنا المجيدة، الثورة السورية اليتيمة. وشكرا لكم. نطلب